السلام عليكم، مرحبا بكم. طليت عليكم اليوم باقتراح تاع وجبة صيفية بامتياز، عجة مرقاز بمكونات سهلين مهلين توجد ثمثم. بما انه فصل الصيف احنا رانا نحوسوا غير على حاجة اللي توجد بسرعة. بلا ما نطول عليكم، رحت جبت انا الكسرونه تاعي هذه تاع الفخار اللي نحب ديما ندير فيها هي العجه تاعي، تعطاها ذوق يهبل. سينو تقدري تخدمي عفوا في المقله كما حبيتي. بعد ما كنت درت حوالي 3 مغارف تاع الزيت، والا تحبي تدهني بركه غير ببانسو، وتحطي كعبات المرقاز تاعك كما هكا ست فيهم بهذه الطريقه، ونبقى نحرك فيهم، نحاول اني نحمرهم شويه يدخلهم شويه الطياب، ونحيهم نحطهم كيما هكا ونقفل عليهم، نخليهم حتى يخرجوا شويه هذاك الزيت تاعهم ويتحمروا فيه. كل مره نطلع عليهم كيما هكا نقلبهم باه يتحمروا لي من الجوانب كامل. ان شاء الله بركه تكون واضحه الصوره. هنا شوفوا لي كيف ما خرجت الزيت تاعها. هذه هي المرحله. نحي هنا الكعبه تاع المرقاز تاعي وباه نزيد من بعد باقي المكونات، يعني راهي توجد في حوالي 20 دقيقه من با، خاصه اذا قطعنا الخضره تاعنا رقيقه ياسر ربع ساعه نكملوها. نحي هنا الكعبه تاع المرقاز تاعي، ومن بعد نروح نجيب راس تاع بصله نقطعو رقيق خلاه مع راس تاع فلفل حلو. الا حبيتي ديري الحار ديري، انا تجنبته لانهم اولادي صغار والفلفل اللي عندي حار ياسر ما يقدروش ياكلوه. مع كعبه تاع طماطم كبيره قصيتها حتى هي مربعات، حطيتهم كيما هكا فوق هذاك الزيت تاع المرقاز اللي راح يعطيهم بنه تهبل. لا كنتي اول مره تشوفيني اختي، ما تنسيش ديري اشتراك وتفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد ان شاء الله في القريب العاجل. نحط هنا الخضره تاعي، وكنت حطيتها على نار مهيله خلاه باه تخرج هذا الماء تاعها. راني ما درت حتى قطره تاع ماء، هذيك البصله والطماطم يخرجوا الماء تاعهم ويطيبوا فيه. بديت هنا نفوح في الكسرونه تاعي. الملح ما نكثروش لانه المرقاز معروف مالح والزيت تاعو راح يجي مالح. شويه برك راس المغرفه ملح، شويه فلفل كحل، شويه افاح والا راس الحانوت، مع شويه خلاه تاع الكمون. هنا درت على راس المغرفه هريسه. الا كنتي درتي الفلفل حار ماذا بك ما ديريش الهريسه، والا كنتي تحبي الحرور هذيك ترجعلك. هنا عندي نص راس تاع ثوم كنت اسكرفجته حوالي 4 سنات متوسطين، وخليت يعني فضلت اني نحطهم في الاخير باه تبقى ريحته قاطعه. ريحه الثوم تزيد النص في الوصفه هذه. هنا بعد ما طابت لي هذيك الخضره وبانت لي تجمرت، رحت قصيت كل كعبه تاع مرقاز قصيتها على 2، وحاولت اني نستفهم كيما هكا في الطاجين عند بعضهم. هنا تقريبا ما بقاش ياسر على نهايه الوصفه، يعني اسهل من هكا واسرع من هكا ما كانش. ستفتها بهذه الطريقة بهذاك المرقاز يكمل طيابه مع هذيك الخضرة ويدو البنة أكثر وأكثر. عاودت غلقت عليهم باه يتجمروا مليح مع بعضهم، وهنا كل مرة ندخل هذيك المغرف باه نضمن انها ما تلصقليش، راهي على نار تقريبا شمعة. وهنا في هذه المرحلة نروح نديروا بيض على حساب أفراد الأسرة تاعك. أنا درت 3 بيضات وأنتي حبيتي ديري 4 5 ما يمنعش. هنا البيضات تاعي راهو تقريبا ادخلهم الطياب، تحبي ديريهم نص طياب تحبي تخليهم حتى يطيبوا مليح، أنا نخليهم شوية ناقصين طياب. هنا كنت كملت الوصفة تاعي وختمتها بهذه الرشة تاع الدبشة وإلا الكزبر بهذه الطريقة. هنا كانت الوصفة تاعي راهي كاملة. كل مرة راني نمس بركة باه نضمن باه ما تلصقليش من تحت. وكانت هذه هي الوصفة تاعي تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون اعجبتكم، وان شاء الله نكون اعطيتكم فكرة، وان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل. اللي وصلت معايا هنا نقول لها بارك الله فيك على المتابعة، وإذا كنتي اول مرة تشوفيني ديري اشتراك وفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد.
نخليكم مع هذه الصور كيف ما راهي تتجمر. الى هنا نقول لكم في امان الله في وصفة جديدة ان شاء الله في القريب العاجل. مع السلامة.